ومسا على البشرية كلها. أقسم بالله لسه صوتي تعبان والله العظيم. نخش بقى على اللي بعده. تعالى وظيفة من نوع مختلف، من غير ما أشوف ومن غير ما أسمع. دي هتبقى وظيفة من نوع مختلف من قبل ما نخش في الحلقة أصلا، يعني فاهم؟ اسمع مني والله العظيم 3 من غير لما أسمع التراك. تمام؟ بس أنا بقول لك الشخصية اللي معانا النهاردة دي شخصية مختلفة تماما، رابر على مستوى تاني خالص، وكل ده مبني على الهيستوري اللي أنا أعرفها عنه من حوالي 5 سنين فاتوا، من 2017 غالبا يعني. فالشخصية اللي معانا النهاردة هو أبو كلثوم. تمام؟ رابر سوري قوي جدا، رابر قوي جدا من زمان. تمام؟ من أيام ألبوم البعبع. تمام؟ البوبو كان ألبوم قوي جدا وممكن نبقى نسترجعه مع بعض. كان فيه حوالي 16 تراك منهم الانترو والاوترو، فممكن تحطهم على جنب وتقفش 14 تراك، وكان عامل فيهم تعاونات مع ناس جامدة جدا منهم شيبوبة أيام ما كان موجود شيبوبة. واللي ما يعرفش شيبوبة يروح يسمع شيبوبة كان بيعمل ايه في نفس السنة دي برضو يعني. تمام؟ او قبلها بسنة 2016. وطبعا كان عامل تراك مفاجأة في الألبوم ده، وكان نازل بتراك مع الكبير قوي فيني باز. وطبعا مش محتاج اقول مين فيني باز، روح اعمل سيرش واسمع بس. فكان تراك مفاجأة الصراحة، كان اسمه مسكني تقريبا يعني التراك بتاعه هو أبو كلثوم. فتخيل أبو كلثوم مع فيني باز على البيت، كانت حاجة مفاجأة الصراحة. بس فدي نبذة بسيطة بس على الألبوم اللي أنا كنت حاطه وقتها على الريبيت، وكان في محادثة ما بيننا أنا وأبوه خلال سنة 2017 غالبا، وكانت في علاقة طيبة. طبعا بعد الانقطاع بتاعي الفترة دي أو بعد الفترة دي ما بقاش في كلام، الواحد غاب شوية. هي السنتين اللي الواحد سقطهم دول طيروا منه علاقات كتير، ولكن رجعنا دلوقتي وموجودين دلوقتي. فخلينا نشوف ايه اخر اصدارات أبو كلثوم، وبعد كده نبقى نرجع نجيب له من اللي فات. بس اللي انا اعرفه ان الراجل ده صعب يعمل حاجة وحشة على الدغري يعني، ارتست متكامل. تمام؟ انا فاكر ان كانت الانترو بس كانت بتتعاد عندي في العربية. تمام؟ فنسمع ونشوف الراجل ده وصل لايه وراح فين. تمام؟ نخش بقى ونسمع. متشوق الصراحة، انا هسمع معاك اهو. تمام؟ كل حاجة واحدة واحدة، واول مرة نسمعها لايف كده معاكم، ونحاول نشوف بقى، نحاول مع بعض كده نشوف الوضع رايح فين. تمام؟ اللي انا برضو اعرفه عن أبو كلثوم ان ده راجل متكامل. تمام؟ يعني برضو هتلاقيه بيعمل البرودكشن بتاعه وبيعمل الميكس بتاعه وبيعمل الماستر بتاعه من زمان. فخلينا نشوف هل لسه بيعمل الكلام ده لغاية دلوقتي. اعتقد خلينا نشوف. التراك الاخير اللي منزله اسمه صوان. تمام؟ اسمه صوان بالشدة. والصوان ده هو نوع حجر وفيه صلابة وبيتطاير منه شرارة كده، فاهم؟ لما بتقرب منه لا مؤاخذة النار او القداحة. وكلمة صوان بتستخدم في الوصف زي ما تقول قلب من صوان، قلبه متحجر وناشف. تمام؟ متحجر وناشف، فده الوصف اللي بيستخدم والمعنى بتاع كلمة صوان. تمام؟ ده معنى اسم التراك. خلينا نشوف بقى صوان ده بيقول ايه. جميل؟ احنا مع بعض وبنشوف كل حاجة اهو مع بعض واحدة واحدة، ما وراناش اي حاجة. تمام؟ افرد لي ظهرك بقى كده عشان هنسمع مزيكا. تمام؟ احساسي بيقول لي كده يعني. يلا خلينا نشوف، بلاش ننسى زي كل مرة، واحد برضو بقى بيسقط حاجات متعود عليها. خلينا نشوف مين اللي على الانتاج. انا اعتقد ان هو أبو كلثوم في الاغلب يعني، محدش بيعملوا المزيكا بتاعته كتير اهو. كما توقعت produced mixed mastered by أبو كلثوم. متكامل زي الناس اللي عندنا كده برضو، زي بابلو، زي مروان موسى، زي يوسف، برضو الشباب دي على المستوى بتاع الانتاج بتاعها من اوله لاخره. جميل. نخش بقى نسمع. يلا نسمع. يلا واحدة واحدة نخش في الموضوع على طول. يلا يا ابو.
صعب يغزلني اقسم بالله. شايف الميلودي اللي موجودة في البيت والميلودي اللي عاملها في اللازمة عاملة ازاي؟ شايف الليفل والتكنيك عامل ازاي بتاع الراجل ده؟ ارتست بس، يعني ده ارتست بس، يعني حتى صوته مقبول، عنده طبقات ممكن يروح لها وعادي محدش يقدر يكلمه، فاهم؟ مقبولة وممكن تتسمع عادي، خد بالك ما بيروحش في حتة مش بتاعته مثلا يعني، ولا مؤاخذة. طبعا بعيد عن الانتاج والفيديو كليب والفيلم اللي معمول، واضح كده ان ده فيلم يعني. فمعلش هنسمع تاني ونركز عشان نشوف الراجل ده بيقول لنا ايه. هنتعب مع بعض الحلقة دي شوية، ولكن ربنا يعيننا بقى ان شاء الله باذن الله، وتبقى حلقة قوية اوعدكم يعني ان شاء الله. يلا نسمع تاني، نسمع اللازمة تاني، وده عادي لما نسمعه تاني مش هيحصل حاجة، فاهم؟ عادي، هتبقى عايز تسمعه مرة واثنين وثلاثة. انا بقول لك هتحطه على الريبيت، رهان مني، تمام؟ رهان مني. بس نسمع تاني. قول. معلش يعني هنفصل بعض شوية عشان نفهم الراجل ده بيقول لنا ايه، تمام؟ انا وقفت عند اللازمة، تمام؟ وشوف اللازمة ماذا تقول. اولا ارجع بس كده عشان ايه نركز مع بعض وما تستعجلنيش، تمام؟ براحتنا خالص. احنا في درس يا حبيبي، تمام؟ بس اول 4 بارات بيقول لك ايه؟ بيقول لك وقولوا للكاوي بالنار شوك صبري صبار. قولوا للكاوي بالنار شوك صبري صبار. وهنا طبعا ده وصف بصبره ان هو عامل زي الشوك بتاع الصبار كده ولا مؤاخذة. وطبعا عارفين شوك الصبار طبعا لما بتحضنه او بتخبط فيه غصب عنك كده بيحصل ايه ولا مؤاخذة يعني. بس فهنا ايه بيوصف صبره ان هو عامل زي الشوك الصبار، تمام كده؟ تمام. بعد كده قال لك بحضني وهو يشيل من دقني وينشف قلبي صوان. جميل قوي. بحضني وهو يشيل من دقني ده تحس ان هو تقليل او تعذيب ليه يعني، او تنقيص من قيمته يعني، فاهم؟ فبيخلي قلبه زي الحجر يعني، فاهم؟ وبينشفه تماما. ركز بقى في ال4 اللي بعدهم، تمام؟ هتحسهم ان هم زي ال4 اللي قبلهم، ولكن ده غير. لو ركزت هتلاقي ان هنا في فيجن رايم، تمام؟ والفيجن رايم ده اللي انا قلت عليه قبل كده، اللي هو انت بتسمع الكلمه تحس ان هيها بالظبط، ولكن لما بتشوفها بتلاقيها كلمه غير الكلمه تماما، والحروف بتاعتها مختلفه، تمام؟ كلمه تانية خالص زي هنشوف دلوقتي. قال لك وقولوا للكاوي بالنار تاني، تمام؟ شوق صبري صبار. هنا شوق، هناك كان شوك، تمام؟ شوك بالكاف، دي شوك بالقاف، تمام؟ وطبعا في فرق في النطقين، وتحس ان هي ليها معنى ان ايه صبره ليه اخر، تمام؟ عشان ما ينفذش ويدمر الكوكب يعني. بس بعد كده قال لك بحضني وهو ينتف دقني. هنا وهو ينتف دقني، هناك وهو يشيل من دقني، تمام؟ هتحس ان البار ايه لاعب فيه بس حاجه بسيطه عشان اللازمه تبقى موحده في السمع وفي النطق. بعد كده قال لك ويشعل قلبي صوان. التاني كان وينشف قلبي صوان، وهنا يشعل قلبي صوان زي ما انا قلت في المعنى بتاع صوان فوق، انك لو حاولت ان انت تولع على الحجر بتاع الصوان ده هيتطاير منه شرار، تمام؟ اهو هي راكبه لوحدها، هو قايلها اصلا فهايل جدا. مستوى الكتابه حلو فشخ، مستوى الاداء مش محتاج ان انا اتكلم فيه. ابو كلثوم صوته مديله المساحه ان هو يقول زي ما يقول، حلو فشخ. خلينا نكمل ونخش على المقطع الاول. قول يا عم ابو، خش قول قول.
للاسف مع الاسف انا بوقف، انا مش عايز اوقف، انا عايز اسمع التراك كله مره واحده. للاسف ان انا بوقف، الموضوع نفسه مضايقني اقسم بالله. بس احنا لازم نشوف ايه اللي بيتقال. الاداء مستواه عالي فشخ، الاداء عاجبني فشخ، ومش الاداء اللي مأدي بيه على البيت بس، لا ده عامل اداء تمثيلي في الكليب عالي فشخ. يعني هتلاقي ان في كلام بيمثل بيه بايده، فده قوي فشخ الصراحه، مدي احساس ان هو قد ايه متاثر بالكلام اللي هو كاتبه فبيمثله كما هو. ومش عارف ليه انا حاسس ان التراك ده لامس جزء منه، فهو مطلع فيه كل احساسه. تمام، هنشوف مع بعض، خلينا نشوف ايه اللي بيتقال. بس عايزك تركز في قوه الوصف، قوه الوصف بتاعت البار. لو هو بيقول لك وطالع فيا وانا بشلع كبدي بيدي من بطني، بشلع بمعنى بخلع او بنتزع، عايزك تركز في المعاني. تمام. بعد كده قال لك وان زلت رجل مني فاني قاطعها بيدي. مفيش بعد كده. عندك معنى ان زلت رجل مني دي لو خانته، لو ما ثبتتوش، فاهم؟ ده يقطعها هو بايده. لو زي عندنا لما بنقول لو رجلي ما شالتنيش اقطعها، بالظبط ده المعنى الحرفي بتاعها يعني. فهنا بيعكس الحالة بتاعت العزة والكرامة، ان هو عنده عزة وكرامة كفاية ان لو رجله ما شالتوش يقطعها بايده. تمام، احنا هنخش في المود بتاع التراك دلوقتي، اتقل، هنعرف دلوقتي كل حاجة، نكمل اللي بعده، هنفهم دلوقتي. بعد كده قال لك والخوان يموت عندي وما يحيا ولو يمشي. الخوان ده اللي هو طبعا بيخون، واللي غالبا مخونه. تمام، فهو بيقول لك الخوان اللي هو بيشك فيه يموت عندي وما يحيا ولو يمشي. تمام. بعد كده قال لك الملوك ما تاكل الجيفه بس اشرب دم يلي يرمي. وده وصف قوي فشخ، قوي فشخ، لان عندك هنا بيوصف نفسه اولا ان هو ملك او زي الملوك. فالملوك ما بتاكلش الجيفه، الجيفه ده اللي هو المفروض اللحم المتعفن للحيوانات، وبما في ذلك لحم الانسان يعني، فاهم؟ فانا بيقول لك الملوك اللي هو زيي ما بياكلوش الجيفه اللي هي اللحمه المتعفنه يعني دي، بس اشرب دم يلي يرمي، يعني اللي يرميه او يضربه او يمد ايده عليه او ينزل من كرامته او ينقص منها يشرب من دمه. من الاخر يعني هنا هيضطر ان هو بقى يشرب من دم انسان حي او متعفن، فاهم؟ اللي هو بيعكس البار اللي قبله، اللي هو ما بياكلش الجيفه، ولكن اللي يقلل من كرامته ويحاول يهينه، تمام، هيشرب من دمه. هو هيلجأ في ده في الحاله دي. تمام، جامد فشخ، مش ممكن. المعاني والوصف قوي جدا، تحس ان في عزه وكرامه كده، فاهم؟ في قلب التراك جامد فشخ، انا حاسس بيها. فبعد كده قال لك عقد الطيبه انا فاجر وعقد العشرة أنا صوان. وعقد هنا بمعنى قانون، هو حاطط قوانين لنفسه، إن قانون الطيبة عنده هو فاجر قصاده، قانون العشرة هو صوان، قلبه متحجر زي ما قلت. بعد كده قال لك وبعد دروسي يا قلبي مسخت الليلة لي جنحان. وغالبا جنحان هنا إن هو إيه، اتعملت له جنحة يعني، فاهم؟ أو إن هو زي ما أنت شايف ممسوك في السجن، فاهم؟ والليلة بقت مسخة بالنسبة له يعني. جامد فشخ. المقطع الاول وصل لي لغايه دلوقتي يعني اللي انا اقدر استشف منه الموضوع او الحاله اللي ابو كلثوم موصلها لي، هي بتتكلم عن الغربه، وطبعا اي معاناه بيعاني منها اي لاجئ واي حد مش في بلده. وطبعا لو ركزت هتلاقي ان ده لامس ابو كلثوم جدا بما انه هو من اصل سوري يعني. وطبعا عارفين التفرقه اللي حاصله مع اخواتنا السوريين، ان وطنهم مش بالحل الافضل واغلبهم متفرقين في دول مختلفه، زي ابو كلثوم مثلا موجود حاليا في هولندا، تمام، ومحمد ابراهيم صديق عزيز برضو موجود في السويد. بس فالحالة لمسة الراجل جدا، وبيحاول يوصلها لك قد ايه الناس اللي بيبقوا عايشين عندهم بيخونوهم وبيعاملوهم بالشكل اللي انت شايفه في الكليب. فالحالة جامدة فشخ الصراحة، وقد ايه وصل لك المعاناة اللي هو فيها. توبيك انا بس عايز الناس تركز، تراكات التوبيك ممكن تتعامل ازاي، تمام؟ ازاي ممكن نخرج بره بؤرة الباتلينج؟ كفايه جمدان، كلكم جامدين وكلكم مالكمش حل. ممكن بقى نعمل حاجه كده؟ مفيش حاجه كده، كل واحد ساحب لي واحده ورايح يعمل حاجات معاه، مش عارف. نكمل يابا،
كمل ومزجني، نخش على اللي بعده يلا. قول يابا، قول لهم. اقسم بديني وباسلامي ما عايز اوقف. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ انت جاي تعقدنا؟ انت جاي تعقدنا يعني؟ ولا ده ايه؟ ده ايه؟ بجد والله العظيم 3. يعني انا بقالي 99 حلقه بسمع ايه المستوى ده؟ يعني بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ انت خرمت السقف. ايه الجمدان ده؟ يعني مش ممكن. يعني حتى في التمثيل بتاعه موصل لك فشخ الحاله اللي هو فيها. يعني قد ايه طالع عينه بره، وقد ايه ان هو جاي على نفسه. فكل ده واصل لك، كل ده واصل. الحاله قويه فشخ، والتوبيك عالي وحقيقي فشخ. يعني لما تبقى الحاله لمساه مفيش مستوى كده. خلينا نشوف ايه اللي بيتقال. طبعا الكورس او اللازمه زي ما احنا سمعناها، عايزين نسمعها كل دقيقه، مش عايزين نوقفها. خلينا نخش على المقطع التاني ونشوف ايه اللي اتقال. قال لك ودون الصفي من جهلي. ودون ده اللي هو ايه؟ اتدنس او اتوسخ. وان ادفعها من جيبي. وهنا غالبا يقصد ان صفوفه اتدنست، فاهم؟ وان هو بيدفع ثمن تفرقهم ده غالبا يعني. غالبا. بعد كده قال لك امان اعطيك ويطعن فيه، واليوم ارضك ما تحملني. على اساس ان هو بيبقى في بلد غريبه غالبا وبيديه امان وهو بيطعن في ظهره، تمام؟ وارضه مش مستحملاه وبيخونه زي ما قال لنا فوق. بعد كده قال له بقى بص الاربعه دول. قال له ايه بقى؟ كل ده غالبا بيكلم المستضيف ليه يعني، فاهم؟ في اي بلد هو مغترب فيها او لاجئ فيها يعني، فاهم؟ فهنا بيقول له واني الواهب فدى عيونك، اذا تطلب عيني اعطيها، ولكن قلبي لا يلجم، اذا بيطفي رحت فيها. من الاخر يعني انا بالنسبه لك واهب لعيونك، تمام؟ في الارض بتاعتك، واذا طلبت عيني هديها لك، تمام؟ ولكن قلبي ما يتلجمش، ما يتقفلش عليه، واذا بيطفي هيروح فيها. من الاخر يعني، فاهم؟ بس بعد كده هنا بقى بيوصف حالته. بيقول لك ما طول عمري انا طيار. هو طول عمره مسافر من بلد لبلد ومش لاقي ملجأ من الاخر يعني. بعد كده قال لك ما شاف جناحي غير ناسي، فاهم؟ محدش شاف جناحه عامل ازاي من كتر ما كان بيطير غير الناس بتاعته يعني. فهنا تحس قوة المعاناة اللي شافها جناحه من كتر الطيران والتدوير على مكان يلجأ له. بس بعد كده قال لك رحال بصحراء كلها شجار، وبحضني اليوم انا رحالي. جامد فشخ، جامد فشخ. مفيش كده يعني. الموضوع فاق التوقعات الصراحة يعني. ما كنتش متوقع ان الموضوع يبقى بالليفل ده. ابو كلثوم على المستوى، على المستوى. نسمع بقى اللازمة تاني ونقيم. مش عارف هديله كام من 10 يعني. يبقى 10 بلس. قول يا ابو. في تراكات كده بتبقى مش عايزها تخلص، وبتتضايق فشخ لما التراكايه بتخلص، وسبحان الله ما فيهاش اعداد. اشمعنى دي اللي ما فيهاش اعداد؟ ما الشباب بسم الله ما شاء الله معلقين يعني، بيعيدوا بالاربعه وبالخمسه زي عفروت وكده، وزي الحاج والجوز. مش عارف يعني اشمعنى دي؟ يعني دي لو اتعادت مش هنزهق منها اعتقد يعني مش عارف.
التراك بيخلص ليه؟ وبعدين التراك قصير ليه؟ اشمعنى ده اللي قصير؟ مش عارف. بس هو الصراحه قصير، بس لا مؤاخذه يحير يعني فعلا. يعني المقوله لايقه قوي على التراكيه، حاجه على المستوى العالي مفيش بعد كده. بجد الواحد استمتع ونضف ودنه، مفيش ليفل كده. عاش ابوه بجد، عالي المستوى. واتمنى كل اللي جاي يبقى كده، واتمنى تعمل البوم بنفس القوه بتاعت 2017. انت نفس الليفل، بس محتاجين حاجه من النوعيه دي تبقى في البوم بقى كامل. يعني كتر لنا الشغل، الله يبارك لك يعني. تمام، ده نداء مني يعني. تمام. ونرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بهذا العمل القوي، ولنا لقاء في اللي بعده يا ابني، اللي بعده. مش عارف هننزل على الليفل ده ازاي، بس هات اللي بعده وخلاص. يلا.